السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر الناس اللي بتشتكي إن حياتها ما بتتحركش، وإن هي متضايقة، وإن هي بدأت حاجات كتير ووقفتها، وكل ما تتحمس لحاجة ترجع تقف تاني، وبتلف كده في دايرة مفرغة وعمالة تروح وتيجي ترجع لنفس النقطة. الناس دي كلمة واحدة، ومن الآخر مشكلتهم في قانون التدرج. مشكلتهم في قانون التدرج. التدرج ده سنة كونية. التدرج ده مش اوبشن احنا المفروض ناخده او ما ناخدوش، ده سنة كونية. مفيش حاجة في الكون بتمشي الا بالتدرج. ربنا سبحانه وتعالى عمل، وهو القادر على خلق الاشياء كن فيكون لحظيا، ولكنه ادانا مثال في خلق الاشياء بقانون التدرج عن طريق خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هو إله، وهو قادر على أنه يخلقهم في لا زمن أصلا، في لا شيء، ولكن خلقهم في 6 أيام، وتكررت في القرآن كتير جدا جدا جدا. فأنت يا إنسان تعلم من ربك، وتعلم من الكون. تعلم من الكون. الشجرة بذرة ثم بتنمو تنمو تنمو تبقى شجرة، وبتختلف الأعمار من نبتة الأخرى. يعني في النخلة مثلا بتقعد 10 سنين عشان تبقى نخلة. المولود في الرحم 9 شهور بيفضل يتدرج في التطور والنمو، وخلقناكم أطوارا. سبحانك ربي، من أول نطفة لحد ما يبقى كائن مكتمل ويكمل نمو على الأرض بعد الولادة، لحد ما يبقى إلى ربنا يدي الناس العمر والصحة. فكل شيء في الدنيا تدرج. ليه أنا لما بنوي شيء أعمله؟ زي ما قلت، دي مشكلة كل الأشخاص. مش كل الاشخاص، يعني ناس كتير اللي واقفه مكانها بتروح وتيجي عند نفس النقطه، هي دي مشكلتها. هي ناويه حاجات خير، عادات طيبه، ان هي مثلا تنظم وزنها، ان هي تلعب رياضه، ان هي تذاكر حاجه معينه، تاخد الكورس الفلاني، تغير شيء معين في عاداتها، تطور حاجه. كل الحاجات دي عباره عن اهداف لها عمر. ليه احنا عايزين ننط على اللقطه النهائيه على طول؟ ليه ما نمشيش بقانون التدرج ويجي وقت ما يجي؟ انا دلوقتي قررت مثلا وزني مش عاجبني، حد قرر ان وزنه مش عاجبه. انت مش في يوم وليله هتبقى وزنك مثالي. انت مش في يوم وليله هتبقى عضلاتك مشدوده وجسمك مشدود وجسمك رياضي. انت مش في يوم وليله هتبقى الفورمه اللي هي. لا، انت هتبتدي مشوار الوصول، والمشوار ده ملوش حاجه تحدده، ده مفتوح، بيعتمد على حاجات كتير: التزامك، استمراريتك، تقدمك، انك انت ماشي مظبوط ولا بتقطع، انت نفسك بادئ من انهي نقطة. ما هي تفرق كتير. في 2 بيبدأوا يعملوا رياضة، واحد فيهم اصلا عمره ما كان بيتحرك ولا بيمشي ولا بيروح ولا بيجي. واحد تاني مثلا كان يومه ماشي بحركة كتير، بيروح الشغل، بينزل سلالم، بيطلع سلالم. الجسمين مختلفين حتى لو الوزن متشابه، حتى لو العمر متشابه. اللايف ستايل بتاع ده غير اللايف ستايل بتاع ده، اذا البداية هتبقى مختلفة. فالقانون سنة كونية، انت عايز تكسرها وتنط على الخطوات الابعد في المكان الابعد في الطريق، دي مشكلة. هتقع، هتنزل، هترجع تاني. الحل انك انت تعمل خطوات بسيطة، خطوات بسيطة، وده قانون تاني. خطوات بسيطة يوميا على الطريق. الكلمة هي خطوات بسيطة يوميا على الطريق. ده قانون التدرج. خطوات بسيطة يعني ايه؟ يعني انت النهاردة قررت تروح جيم، ما تخشش على الحديد يا حبيبي، ما تخشش على التمرينات التقيلة يا بابا، ما تخشش مش عارف تعمل ايه وتعمل ايه زي الناس اللي بنشوفهم على الانستجرام. الناس دي بادئه من سنين السنين، وممكن يكون اللايف ستايل بتاعها كده من زمان. انا واحد ما بعملش حاجة خالص في الرياضة، يوم ما اروح جيم العب حاجات خفيفة 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 خفيفة، ما تأذينيش، وخفيفة ما تقلش على نفسي، بحيث ان انا نفسي تاني يوم تقول لي لا شكرا مش رايحة معاك. مش رايحة معاك دي اللي هي تيجي تقوم ما انتش عايز تقوم، انت جواك عايز تقوم بس نفسك مش مساعداك، مش مطوعاك، محبط، همدان، مع انك امبارح كنت طاير من الفرح ورحت الجيم قلبت الدنيا. جت منين اللقطة دي؟ جت من لقطة ان هي مش خطوة بسيطة. خطوة بسيطة يوميا يعني ايه؟ استمرارية اهو، واحدة على واحدة، واحدة على واحدة، على الطريق اللي انا محدده. انا محدد انا عايز اعمل ايه، انا محدد انا عايز اعمل ايه، وملناش دعوه بالزمان. الزمان ده وان هي يحصل امتى دي ماليش فيه، مش بتاعتك.
انت بس اعمل اللي عليك، حط 1 على 2، 2 على 3، 3 على 4 كده، امشي بالمنظر ده. وقبل قانون التدرج وبالخطوات البسيطة واليوميا، في حاجة مهمة جدا، استمتع بالمتاح. يعني ايه استمتع بالمتاح؟ يعني شوف ايه اللي عندك. يعني الناس بتروح جيم، انا مش قادر اروح جيم، خلاص كده الرياضة تموت؟ لا، اعمل في البيت، اليوتيوب مليان. افتح اللي هي ووكت هوم دي، اللي هي المشي في المنزل، افتحها كل يوم، اعمل عليها اللي هو المشي في البيت، حركة كده في البيت، حركة في البيت. هي حتى القنوات اللي بتعرض ده، في فيديوهات نص ساعة، وفي فيديوهات 20 دقيقة، وفي فيديوهات 40 دقيقة. اعمل ان شاء الله والله 10 ثواني، حرفيا بمعنى الكلمة 10 ثواني، ان شاء الله 10 دبدبات في اليوم، 10 حركات مشي. يوم ما تبقى خلاص يعني عايز تمشي بنظام حلو، 5 دقايق في اليوم، 5 دقايق في اليوم بحاجة ما تكلفش نفسك جهد في الأول عشان تستمر. فلما تيجي واحدة تجيلي تقول لي ايه، انا محبطة، انا مش عارفة حياتي ما بتتحركش ليه، انا مش عارفة انا ما بتغيرش ليه، انا عارفة الحاجات وما بعملهاش. حضرتك عايزة تبدأي بأحمال. ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شوفي وسع نفسك ايه دلوقتي. الصور الجميلة اللي قدامنا دي لناس بتعمل، دي ناس بدأت من زمان، فنفسها بقت تسع حاجات كتير. ليه انا اقارن نفسي بيها؟ انا اشوف انا دلوقتي ايه المتاح قدامي فاستمتع بيه. المتاح قدامي ان انا افتح حاجات صغيرة في البيت، وقت صغير، مجهود قليل يوميا من البيت. وبعد كده وانا ماشية في الطريق ربنا هيبعت لي حاجات احسن، سواء في البيت او ربنا يمكنني ان انا اروح جيم. انا نفسي مش مسموح لي ان انا اروح، ظروفي ما تسمحش ان انا اروح جيم، او ما العبش رياضه، بلعب رياضه في البيت. ظروفي ما تسمحش ان انا اروح اخد كورسات في اماكن، باخدها اونلاين. ظروفي ما تسمحش ان انا مثلا اسافر، بخرج هنا على قد ما اقدر. ظروفي ما تسمحش ان انا اشتري الشيء الفلاني بالمبلغ الفلاني، البسيط اللي موجود، وهكذا. فده حل للناس اللي عماله تدبدب في الارض وتقول حياتي ما بتتحركش. حياتك ما بتتحركش عشان انت مصعب على نفسك، وعشان مش عايز تبدا بالمتاح، وعشان مش عايز تمشي مع قانون التدرج، ومش عايز تاخد لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسعها يعني شوف، ما فيش نفس ملهاش وسع، ولو بالقليل، قليل دائم. ابدا بيه واشتغل عليه، وخلي فيه التزام الالتزام مش هيجي الا بالقليل الاول، ان انا احط خطوه على خطوه، والانضباط مش هيجي لما اكون ماشي بالراحه، بادئ الطريق من اوله. احسن من ما فيش، بدل ما الف اللفه واجي بعد 2 3 الاقيني عند نفس النقطه وانا بادئ من التقيل، ما هو التقيل هيوقعني. فسبحان الله، من اهم قوانين الكون ومن بديهيات الكون اصلا، ومع ذلك الناس كلها بتضرب بيه عرض الحائط. قانون مهم جدا، الاستمتاع بالمتاح والتدرج، وان انا انضبط والتزم واعمل الحاجه بمتعه واشوف نفسي وسعها ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.